السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعي الأعزاء في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم، أسعد الله قلوبكم بكل خير ويمن وبركة. بداية اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيب قلوبنا ونورها وطبها وشفائها محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو متى أضع العش الثاني، وما الفرق بين الأنثى التي تطعم مع ذكرها أو تطعم وحدها. طبعا هناك فرق كبير بين الأنثى التي تطعم وحدها في وضع العش الثاني وبين الأنثى التي تطعم مع ذكرها. أبدأ مع الأنثى التي تطعم مع ذكرها. إليكم هذه الصورة. هذا العمر المناسب للفروخ، هذا العمر المناسب للفروخ عند وضع العش الثاني. إذا أنثى وذكر مع بعض، ركز عزيزي المتابع، أنثى وذكر مع بعض، الذكر يطعم مع الأنثى شرط أساسي. إذا كان الذكر يطعم مع الأنثى شرط أساسي، هذه هي الصورة المرفقة. طبعا لماذا؟ يجب أن يغطي الريش ظهر الفرخ لكي نقفز عن مرحلة الحضن. الأنثى تتوقف عن حضن الفروخ بعد أن ترى الريش يظهر على ظهر الفرخ، خصوصا إذا كان الجو بارد. في الصيف ممكن أن نقدم أيام أو ما شابه، لا مشكلة، ولكن نأخذ العمر. طبعا بالأيام العمر يكون ما بين 14 يوم إلى 16 يوم، ها هو العمر المناسب، ما بين أسبوعين زيادة يوم يومين. الفيصل في ذلك هو أن أرى على ظهر الفروخ الريش مكتمل كما قلنا في الصورة قبل قليل. تمام. هذا بالنسبة إذا كان الذكر والأنثى يطعمان مع بعضهم البعض. نضع العش الثاني مثل هذا العش، نضع العش الثاني ستلف طبعا في الناحية الثانية من القفص. تمام. في هذه الحالة ما الذي سيحدث؟ سيقوم الذكر بتلقيح الأنثى، وستبيض الأنثى بعد حوالي أسبوع من وضع العش الثاني، وبالتالي في هذه الفترة سيكون قد وصل عمر الفروخ إلى 3 أسابيع 21 يوم. ستقف على باب العش، ستخرج. في هذه المرحلة ستكون الأنثى قد أوشكت على الانتهاء من وضع البيض. ستحضن الأنثى البيض دون أن تنتف ريش الفروخ نهائيا. ستحضن البيض وتجلس عليه. الذكر سيتابع تربية الفروخ. ستحاول الفروخ الدخول على البيض، الأنثى ستمنعها بعملية الحضن. الأنثى حاضنة، حتى ولو دخلت الفروخ سيكون البراز بعيد. إذا انتهت الأنثى من وضع البيض كاملا، بإمكاننا إخراج الذكر والفروخ عن الأم أو وضع فاصل إذا كان القفص مزود بفاصل، وبالتالي يربي الذكر الأيام المتبقية للفروخ ويقوم بفطمها، ثم نرفعها ويظل الذكر مع الأم أو نعيد الذكر للأم للبطن الذي يلي. هذه المرحلة نكون قد كسبنا وقت وضمننا إطعام الذكر مع الأنثى وضمننا تواصل عملية الإنتاج. تمام. هذا بالنسبة للأزواج، وهذا ينطبق على جميع الأزواج التي تطعم مع بعضها البعض. ننتقل إلى النقطة الثانية. أنثى تطعم وحدها، لا نستطيع أن نضع العش لا على 14 يوم ولا حتى على 20 يوم. لماذا؟ لأن الفيصل في الأنثى التي تطعم وحدها هي أن تفطم الفروخ، أن أرى الفروخ تأكل وحدها. لأنني لو جازفت، طبعا أهم نقطة يا جماعة عدم القرب من الفروخ اللي عند الأنثى التي تطعم وحدها. لماذا؟ لأنها لو قفزت ولم تعود حتى وإن أطعمتها أمها على أرضية القفص وأكملت تربيتها، فإذا كانت الأنثى من الإناث التي تنتف الريش ستقوم الأم بنتف ريش الفروخ، وسيتسبب ذلك في موت الفروخ لو الجو بارد، لو كان الجو باردا. تمام. طيب، إذا نترك الفروخ تأخذ وقتها وعزها في العش حتى يصبح ذيل الفرخ ما يقارب 3 سنتي. لماذا؟ لأنه عندما يخرج الفرخ بحجم كبير وحجم متكامل لا يأخذ وقت طويل في عملية الفطم، يفطم في 3 أيام. ولكن في هذه الحالة أنا سأتأخر في وضع العش الثاني، سأنتظر الفروخ حتى تفطم تماما، لأنني لو وضعت ذكر آخر سواء الأب أو ذكر آخر قد لا يطعم الفروخ، وهذا احتمال كبير جدا جدا ألا يطعم الفروخ وألا يتعرف علي حتى وإن كان أبوها. بالتالي سأنتظر حتى تفطم الفروخ أو حتى أراها تأكل، وقد تتعرض هذه الفروخ إلى الموت بعد أن رأيتها في مرحلة كبيرة وعلى وجه فطم، قد أخسرها في هذه المرحلة. سأضع العش الثاني اضطرارا إذا نتفت الأم الفروخ لكي تلتهي في القطن وتلتهي في الخيوط، وبالتالي سأضع الذكر لكي لا تبيض بيض فارغ وسأدخل في مشاكل. إذا عزيزي المتابع، لو عدت إلى فيديوهات التجهيز كنت أقول ولا أزال أقول أن تربية أزواج الكناري معا وسويا هو أفضل حل لوجود أي شجار بين الذكر والأنثى.
لعملية الإطعام، للتجهيز والشغل المبكر ولكسب الوقت. فإن ما يقارب عندما نكسب 10 أيام إلى أسبوعين بين البطن، نفس البطن والبطن، هنا فروخ وهنا بيض، الفروخ تفطم، البيض يفقس، تمام؟ وهكذا تظل العجلة دوارة، مثل المربون الذين يعني يربوا الحمام، يكون الزغلول في جهة والبيض في جهة. هذا ينطبق أيضا على الكناري، وأنا أؤيد هذه الطريقة التي تضمن بإذن الله إخراج البطون. ودائما خذها قاعدة: الفرخ أبدى من البيض. الفرخ، حياة الفرخ، المحافظة على حياة الفرخ أفضل وأبدى وأحق من المحافظة على البيض. دائما الفرخ يفطم أولا، نكسب الفرخ، نحافظ على الفرخ، والبيض ينتظر. تمام؟ إذا لا تنسى اللايك، لا تنسى الاشتراك في القناة كنت تراني للمرة الأولى، وأسأل الله عز وجل أن تكون الأفكار قد وصلت إليكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.